موسيقار هاني شنودة نورنا النهارده في مسرح الوسابير. موسيقار هاني شنودة يعني اسم يتحط تحتيه كده 100,000 خط. طبعا لحن للهضبة عمرو دياب وأحمد علوية ونجاة ونجوم كتير. أهلا بالموسيقار هاني شنودة. مساء الخير يا حبيبي، اهلا وسهلا. نورتنا وشرفتنا في مسرح الوسابير. ربنا يخليك ويشرف قدرك. الموسيقار هاني شنودة عايزين نعرف السادة المستمعين والمشاهدين لقائك مع الهضبة عمرو دياب. كان أول لقاء كان إيه؟ كان عندنا حفلة في بورسعيد، فرقة المصريين، ولما خلصنا الحفلة ورحت انام في الاوتيل خبط عليا شاب اللي هو عمرو دياب وقال لي انا عايزك دقيقة. اتفضل. قال لي انا عايز اغني. قلت له سمعني. فسمعني، فقلت له بص، صوتك حلو، عربك سليمة، ودنك موسيقية، بس عندك وشكلك حلو. احنا بقينا بقى دخلنا في مرحلة التلفزيون، فالمفروض يكون شكلك حلو، بس عندك عيبين. واحد، ان انت بتنطق بورسعيدي وده هيبقى مرفوض في القاهرة. اتنين، ان انت قاعد في بورسعيد مش هنقدر نعمل معاك حاجة. فكر شوية كده وبصمت وقال لي شكرا وراح ماشي. انا افتكرت ان دي اخر مرة اشوفه فيها. نزلت عشان الصبح بقى الاتوبيس اللي هياخدنا القاهرة موجود، والفرقة كلها موجودين، ايمان يونس، ممدوح قاسم، تحسين يلا، كله، وده واقف في النص. بقول له خير يا ابني. قال لي ما انا جاي معاكم مصر. مش انت قلت لي عيبك انك قاعد في باشا. عملنا بقى، جه مصر وقال لي انا كمان جايب المنتج بتاعي معايا وعملنا ده. يعني هقطع بحضرتك في الكلام. الموسيقار هاني شنودة يعني نقول بداية عمرو دياب جه لحضرتك وحضرتك اديته الخط، وهو كان متشبث ان يمسك في الغناء وعاوز يظهر وعنده طموح وعنده كتاب. ده مظبوط.